ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فلوج مختلف، هنتكلم عن اكتر 5 وظائف للطلبه المصريين هنا في النمسا. طبعا ناس كتير قلقانه من حوار الشغل هنا في النمسا، هيكفي المصاريف ولا لا بالنسبه للطالب، وتقدر تدفع مصاريفك وتدفع الايجار والاكل والشرب. يا جماعه تقدروا تعملوا كل ده. هنتكلم عن اول حاجه، عن اول وظيفه في ماكدونالدز ممكن اللي انت تقدر تقدم عليها. ممكن اللي انت تعمل سي في، بس الافضل تعمل سي في اوروبي. متعرفش تعمل سي في اوروبي ممكن تكتب لي في الكومنت، ممكن نعمل فيديو عنه. تاني حاجه برجر كينج، هتروح برضو تعمل نفس الكلام، تقدم السي في بتاعك. تالت حاجه كي اف سي، برضو كده احنا عندنا 3 مطاعم نقدر ان احنا نقدم عليهم. شركتين للتوصيل الطلبات، في لفراندو في فيدورا. ممكن لو انت مش حابب شغل المطاعم خالص، ممكن انت تقدم على الشركتين دول. التقديم بتاعهم اونلاين، تشتري عجله وتبدا اللي انت تشوف دنيتك عامله ازاي. تاني حاجه نتكلم فيها عن الاجور. الحد الادنى للاجور هنا في الساعه بتبقى 10 يورو. الاجور بتتراوح من 800 ل 1000 لو انت طبعا تشتغل 20 ساعه. بالنسبه للطلاب لو انت هتصرف 400 سكن و200 للاكل والشرب، وفر معاك كتير. تقدر ان انت تحوش، تقدر ان انت تعمل اي حاجه انت عايزها. في مميزات هنا برضو. هنا في النمسا الدوله الوحيده اللي بتقبض 14 شهر، يعني احنا يا جماعه بنقبض 14 شهر. بقى حاجه حلوه اللي انت لو عايز بقى تحوش، عايز تشتري تليفون، عايز تسافر، عايز تعمل حاجه. يا جماعه برضو ما تقلقوش من حوار الشغل. الناس كلها شغاله، مفيش حد مش شغال. كل الطلبه شغاله وكل الناس مكفيه مصاريفها وكله بيدفع ايجاره بنفسه، ومفيش حد بيحتاج فلوس من اهله. اهم حاجه تكون انت مسيستم دنيتك كويس، بتقدر ان انت تحوش شويه، بتقدر ان انت تاكل في البيت. رايح يا جماعه دلوقتي سوبر ماركت ليدل، رايح اجيب طلبات الغداء. النهارده عايز اعمل باستا، وممكن اعمل رز مع تونه. ف لسه رايح انا وواحد صاحبي، فخليكم معايا برضه اوريكم الاسعار في ليدل. وليدل يعتبر ارخص سوبر ماركت هنا، فيلا بينا. وصلنا سوبر ماركت ليدل، يلا بينا نشوف الاسعار عامله ازاي. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه اشتريها تفاح اخضر، ده 2 كيلو ب 2 يورو 69 سنت. واجيب يا جماعه تاني حاجه الموز، زي ما انتم شايفين الكيلو بيورو 69 سنت. هنا بيبقى فيه مخبوزات كتير جدا، عايز اوريكم برضو الاسعار. هنا هو الكرواسو 99 سنت، في النوع ده بيورو 39، في النوع اللي فوق 89 سنت، في دونات 65 سنت، في شوكولاتة 69، في ب85. ده كله قسم اللحوم. طبعا افضل حاجة اللي انت ما تشتريش لحوم من هنا او فراخ، تشتري من جزار تركي يبقى افضل، عشان تبقى واثق من الحاجة اللي انت اشتريتها. في كيس المكرونة الكبير ده يبقى كيلو بيورو 58 سنت. التونة، علبة التونة بيورو 79 سنت. طبعا اخدت 2. غسيل المواعين بيورو 49 سنت. لو انت تغسل برسيل بيعمل 50 غسلة 11 يورو 49 سنت. كده جبت كل حاجة انا محتاجها النهاردة، فاروح على الكاس عشان احاسب دلوقتي. اشترينا كل الحاجات دي 9 يورو 81 سنت، ودلوقتي طالعين على البيت عشان نعمل غدا. الحمد لله يا جماعة وصلنا بالسلامة. اهم حاجة نحط العجلة في الجراج، وانتم شايفين نقفل العجلة نطلع المطبخ بقى عشان انا جعان. عملت الغدا، ده يعتبر اسهل اكل لو انت مستعجل عايز تعمل اكل بسرعه. تونه ومكرونه
خدوا مني بالظبط 10 دقايق. هنتغدى بعد كده، هقعد ساعة اذاكر شوية، بعد كده هنطلع على الجيم. احنا في الاشتغاسم ورايحين على الجيم. على اول حاجة شيست، فاعتبر سخنت على التريد ميل زي ما انتم شايفين. جيم كبير جدا. خرجنا بره الجيم في المول دلوقتي. عايز اروح بسرعة عشان انا جعان مش قادر. خرجت الاكل الميكروويف. فكده احنا وصلنا لاخر الفيديو. محتاجين اي حاجة او اي تفاصيل عن النمسا اكتبوا لي في الكومنت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. تشاو.